تعالوا نشوف هنعمل البشاميل ازاي بطريقتي انا. دي طريقتي يا بنات في البشاميل، هوريها لكم دلوقتي. انا عملتها كذا مره على القناه ودلوقتي هعيدها لكم تاني. يا بنات نصيحه مني، بلاش البشاميل اللي على البارد يا جماعه. البشاميل اللي على البارد مش كويس. الناس اللي بتطلع تفتي وتقول احنا بنعمل بشاميل على البارد واحسن طريقه ومش احسن طريقه، بلاش البشاميل اللي على البارد. اولا ولا ليه طعم ولا ريحه ولا ليه اي فايده خالص. تاني حاجه مضر جدا وبيعمل، ممكن يعمل تلبك معوي، ممكن يعمل مشاكل في المعده. طيب انتي بتقولي الكلام ده، انتي بتفتي؟ لا انا ما بفتيش، لان انا عارفه الكلام ده من شيفات كبيره جدا اكبر مننا، احنا ستات بيوت. بس الواحد بيتعلم، انا مش بقول من دماغي، انا ما بفتيش. انا واخده كورسات مع شيفات كبار في الطبخ وبتعلم في الطبخ، ما بطلعش افتي. فنصيحه بلاش. مع احترامي للجميع، في ناس كتير جدا بتطلع على السوشيال ميديا تقعد تقول ده البشاميل اللي على البارد وخطير ومش خطير. لا ده كله فتي، وده كله عشان المشاهدات، يجمعوا مشاهدات. انما البشاميل اللي على البارد ملوش ريحه اللازمه ومضر، بيعمل تلبك معوي. وانا حبيت اقول لكم لاني انا دارسه طبخ وعارفه انا بقول ايه. تمام. تاني حاجه، انا هوريكي طريقتي، ودي الطريقه اللي انا متعلماها من الشيفات، واصلا انا اكتشفت ان انا كنت بعملها كده اساسا صح. فانا هوريكم الطريقه. هنا مع كل معلقه دقيق معاها معلقه من السمنه. زي ما قلت لك كده، كل معلقه دقيق معاها معلقه من السمنه. انا حطيت سمنه زي ما انتم شايفين اهوت، سمنه مع زبده، سمنه بقري، انا بطبخ بسمنه بقري، مع زبده، مع حبه من الزيت. لو انت عايزه تزودي لازم الدقيق معاكي يبقى سايب في السمن. هي المكرونه البشاميل بتبقى دسمه شويه، الدقيق يبقى دايب معاكي في السمن. طيب دي اول خطوه. تاني حاجه، هتيجي تنزلي، انا البشاميل بيكعكل معايا اعمل ايه؟ طيب البشاميل بيكعكل معاكي، انزلي بالحليب ساقع، ما تنزليش بالحليب سخن على الدقيق. لو نزلتي بالحليب سخن على الدقيق هيكعكل منك. طب لو كعكل مني وانا عملت الحركه دي وما خدتش بالي، عادي جدا اضربيه في الخلاط او في الكبه وهيفك معاكي. بس الاحسن زي ما قلت لك، احنا دلوقتي ايه، انا هنزل بالدقيق. الدقيق زي ما قلت لكم اهو، هنزل بكميه الدقيق بتاعتي اهو، وهبدا بقى ايه اقلب زي ما انتم شايفين كده. بصوا عندي الدقيق دايب في السمنه ازاي، لو انتم شايفين اهو. لازم الدقيق معاكي يبقى سايب كده في السمنه. انا بس حبيت اطلع اقول لكم المعلومه ديت عشان انا شايفه ناس كتير جدا منتشره على السوشيال ميديا بيعملوا يعني البشاميل على البارد، ودي حاجه مش كويسه. فانا قلت انصحكم، واللي عايز يعمل براحته. ممكن هي تكون حابه كده، يعني هي حاسه ان طعمه كده حلو بالنسبه لها، براحتها. بصوا الدقيق سايب مع السمن ازاي. لازم يبقى كده عشان يطلع معاكي البشاميل ناجح. يطلع معاكي البشاميل ناجح لازم يبقى كده. خلاص هنا اديت الدقيق سويته شويه. هنزل بقى ايه بالحليب زي ما انت شايفه بالشكل ده كده. الحليب ده ساقع زي ما قلت لك اهو. طيب انا عاوز حليب تاني، اعمل ايه؟ زودي بقى ميه مكرونه. اعملي التركايه ديت واسمعي كلامي، زودي ميه مكرونه وشوفي النتيجه معاكي هتبقى عامله ازاي. ميه المكرونه بتخلي المكرونه تحفه. عايزه بقى بعد ما تخلصي تحطي جبنه موتزاريلا اللي انت عايزاه. بس الطريقه دي يا بنات والله العظيم حلوه جدا جدا. طيب البشاميل اللي هو على البارد ده، انا حبيت اجرب اعمل تيست عليه. جبت معلقه دقيق وجربت وحليب وكده، لقيته طعمه بتاكلي دقيق ني، يعني انت بتاكلي دقيق ني. فانا حبيت اوصل لكم بس التركايه ديت واقول لكم عليها. واللي حابب يعمل بالطريقه اللي هو حاببها واللي عايزها، كل واحد حر، كل واحد حر في مطبخه، كل واحد حر في طريقه اكله وبراحتكم. بس انا بوريكم طريقتي انا وبقول لكم نصيحه لوجه الله. بصوا بقى البشاميل اهو بدا يتقل معايا اهو بالشكل اللي شايفينه ده كده. هجيب كبشتين من ميه المكرونه وهنزل كده ايه على البشاميل. صدقوني التركه دي حلوه جدا اهو. نزلت بقى بميه المكرونه سخنه ليه؟ لان انا خلاص اصلا نزلت اديت الصدمه للدقيق بالحليب اهو عشان الدخانه بس. اديت الصدمه للحليب بالحليب الساقع. بعد كده لما احط اي حاجه سخنه مش هتبوظها معايا ولا حاجه، ولا هتكعكل ولا حاجه اهو. تعوز واحده كمان. طيب هنزل بقى بالبهارات بتاعتي. هنزل بالملح والفلفل الاسمر او فلفل ابيض زي ما تحبي، حبه من السبع بهارات. وبعد كده معايا ايه ورقه ماجي، مكعب ماجي،
ودوت اختياري مش اجباري، بس انا بحب احطه في البشاميل. بصوا خلاص بقى البشاميل كده طفيت عليه، بصوا كريمي عامل ازاي. بصوا البشاميل معاكي ولا مكلكع ولا اي حاجه، وكريمي وتحفه ازاي اهو. كده خلاص خلصت البشاميل، يلا بقى نروح نعمل صينيه المكرونه. هنا بقى معايا الصينيه اهوت، هنزل ايه البشاميل. بصوا البشاميل نازل سايب ازاي اهو، ولا تقيل ولا حاجه اهو. اهو بفرده كده في قاع الصينيه. انا اصلا يعني انا لما الشيف قال، انا اكتشفت ان انا كنت بعمله صح زي امهاتنا زي ما علمونا. يعني الطريقه اصلا بتاعت امهاتنا اللي كانوا بيعملوها زمان صح، ان البشاميل يتعمل يستوي على النار، الدقيق يستوي على النار. هنا هنزل بحبه من المكرونه. بصوا يا بنات، دايما تخلي المكرونه معاكي تبقى فيها عضه كده، يعني المكرونه تبقى فيها عضه كده معاكي، ما تبقاش مستويه 100%، فيها عضه كده. عايزه بقى تحطي جبنه موتزاريلا براحتك، بس انا ما عنديش النهارده، انا ببقى احط بتديها كده طعم حلو. العصاك طبعا معايا، انا عاملاه قبل كده في فيديو وانتوا شفتوه عندي قبل كده اهو. هنزل كده باللحمه المفرومه، وبعد كده هنزل بالمكرونه، هنزل بالبشاميل. اللهم بارك. بصوا كريمه اهو، مش بشاميل، كريمه، كريمه نازله بصوا اهو. على فكره انا عملت البشاميل ده كتير جدا عندي على القناه، بس انا انتوا طلبتوه مني اللي هو ان انا اقول لكم تاني يعني. وانا بصي نزلت بكل البشاميل اهو، بصي بيمشي معاكي لوحده اهو. اللهم بارك، جميل جدا، حلو قوي، جربوه هيعجبكم جدا يا بنات. وانا حبيت افيدكم بس اقول لكم بالنسبه ان انا بطلع اقول لكم معلومات يعني، فبفيدكم اهوت. كده خلصت البشاميل، هتدخليه على درجه حراره 200 او 180 في الرف الاوسط. ولو عندك بقى جبنه موتزاريلا حطي حبه على الوش. انا ببقى احط الجبنه الموتزاريلا برده. في حاجه عايزه اقول لك عليها، الجبنه الموتزاريلا بتخلي الوش معاكي بتاع البشاميل بيبقى لونه كده ذهبي وجميل، بس مش تحرقيه يعني، وبيبقى بيديها دسم وحلو. بس انا النهارده بقى ما عنديش، فهعملها من غير جبنه موتزاريلا، مش هتقول لا. خلاص بصوا، خلاص بقى كده كنت خلصتها. بصوا البشاميل كريمي ازاي وتحفه. ان شاء الله اشوفكم فيديو جديد ووصفه جديده ومعلومه جديده من مطبخي بيت الكرم. باي باي.